ربغينا التأشيرة من مطار مطار ونديرو المسيرة صافي لافريك نوار. ربغينا التأشيرة من مطار مطار ونديرو المسيرة صافي لافريك نوار صافي لافريك نوار. نبداو اخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم باول خبر. الرجاء الرياضي سيواجه السد القطري استعدادا للبطوله العربيه. يواجه فريق الرجاء الرياضي السد القطري في مباراه وديه استعدادا للمشاركه في مسابقه كاس الملك سليمان بالمملكه العربيه السعوديه. وأكد فريق الرجاء الرياضي في بيان رسمي انه سيسافر يوم 19 يوليو 2023 الى دوله قطر لمواجهه نادي السد القطري في المقابله الوديه التي ستجرى يوم 21 يوليو، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس الملك سليمان للأندية العربية. وأضاف المصدر ذاته أن البعثة الرجوية ستشد الرحال مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقام النسخة الجديدة من مسابقة كأس العالم. الجيش الملكي يخطف اللاعب العربيدي من الرجاء. خطف فريق الجيش الملكي لاعبا من فريق الرجاء في الساعات القليلة الماضية، وفي الوقت الذي كان فيه يوسف العربيدي قريبا من الرجاء غير اللاعب رأيه وليوقع الفريق الجيش الملكي. وفسر اللاعب قراره إلى التماطل والأمور المالية ليوقع الفريق الجيش الملكي في صفقة لمدة موسمين. ولاعب العربيدي صاحب 27 سنة لمجموعة من الفرق الوطنية آخرها فريق المغرب تطواني. ويشغل يوسف العربيدي عددا من المراكز، إذ يمكن اللاعب أن يلعب كظهير أيسر وجناح أيمن وأيسر، إذ يتميز اللاعب بالقدمين اليمنى واليسرى. الرجاء في ورطة بسبب وضعية لاعبيه. فاجأ المكتب مسائل فريق الرجاء الرياضي بقرب انتهاء عقود بعض اللاعبين الذي لعبوا معاري الأندية أخرى بالدوري الاحترافي إلى جانب لاعبين بارزين بالفريق الأمل، إذ ينتهي ارتباطهم بالفريق الأخضر في الموسم المقبل. وكان الرجاء يرغب في إعارتهم من جديد للأندية بالدوري الاحترافي، غير أن إعارتهم تعني انتهاء عقودهم مع الفريق الأخضر دون الاستفادة من خدماتهم مستقبلا. وسيكون الرجاء مطلبا بتجديد عقود اللاعبين قبل إعارتهم من جديد أو فسخها بالتراضي، تفاديا لجوءهم إلى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية، أو تسريحهم مقابل الاستفادة من مبلغ انتقالهم لأندية أخرى. ويحاول فريق الرجاء الاستفادة من انتقال بعض اللاعبين عبر اقتراحهم في صفقات مقايضة أو عرض خدماتهم على أندية أخرى، خاصة الذين يرفضون فكرة تجديد عقودهم مقابل إعارتهم من جديد. وكان المكتب المسير السابق قد قرر إعارة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم غاية مرباح ومحمد سوبول وأسامة سكحان وعبد الحي فورسي وأكسيل مايو طه الإشبيلي ومعاد مجتني مؤعراب وبوكاسي. ويبقى جبريل سيلا اللاعب الوحيد الذي استفاد الرجاء حاليا من انتقاله إلى فريق عزام التنزاني مقابل 100 مليون سنتيم بعدما لعب معارض سنتين رفق فريق شباب السوال. الرجاء الرياضي يسير نحو الاستغناء عن أحد مهاجميه. يسعى المكتب مسير لنادي الرجاء الرياضي لتحديد لائحة المغادرين الأولية بعد نهاية الموسم، وذلك قبل انتهاء مرحلة الانتقالات الصيفية. وقررت إدارة الرجاء وضع اللاعب العائد من الإعارة أكسيل مايي في قائمة الأسماء المغادرين قصد بيعه لفريق آخر خلال الميركاتو الصيفي. وكشف المدرب الألماني جوزيف زيمباو عن رأيه في مايي، مؤكدا على أنه لم يقتنع به بالشكل المرغوب فيه قصد الاستمرار مع النسور. وسيحاول المكتب الرجاء الاستماع للعروض التي سيتم التواصل بها بشأن الدولي الغابوني الذي تراجع مستواه بشكل كبير مقارنة بما كان عليه مع اتحاد طنجة. جماهير الرجاء والوداد تتراقب قرارا حاسما بشأن ديربي كأس العرش. تتراقب الجماهير البيضاوية موعد طرح التذاكر الخاصة بمباراة الديربي الذي سيجمع بين الفريقين الأحد المقبل بركة محمد الخامس برسم نصف نهائي كأس العرش. وينتظر أنصار الفريقين بفراغ الصبر موعد طرح التذاكر
من أجل اقتنائها لدعم فريقهم في الديربي كأس العرش. ويرتقب أن يتم طرح التذاكر لبيعهما قبل الجهة المنظمة اليوم الأربعاء على أبعد تقدير. ويلاقي فريق الرجاء نظيره الوداد يوم الأحد المقبل على الساعة 6 ليلا بمركب محمد الخامس لحساب نصف نهائي كأس العرش. لاعب رجاوي على طاولة فريق من الدوري الأوروبي. يضع فريق هاماربي السويدي زكريا لبيب لاعب فريق الرجاء الرياضي ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير صحفية سويدية عن دخول اللاعب لبيب ضمن دائرة اهتمامات الفريق لضمه في الميركاتو. وقالت بعض المواقع السويدية أن مسؤولين عن فريق هاماربي حلوا بالمغرب خصيصا لمتابعة بعض المباريات في بطولة كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة لمتابعة بعض اللاعبين. وأشارت أن اللاعب زكريا لبيب أثار انتباه مسؤولين عن الفريق السويدي. يذكر أن الرجاوي زكريا لبيب يوقع على مستوى متميز رفق المنتخب الأولمبي الذي تأهل رسميا إلى نهائي الكان أقل من 23 سنة.